مين داعش دول؟ بص، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. داعش دي بدأت مع إبراهيم عواد البكري، وده كان معتقل في سجون أمريكا في العراق. أيوة. وخرج فجأة سنة 2006. وليه فجأة؟ لأن في الوقت ده أمريكا لم تكن تفرج عن أحد إطلاقا. ولما خرج بعد شهر من خروجه هو اسمه إيه تاني؟ أبو بكر إبراهيم عواد البكري. إبراهيم عواد البكري. أيوة. فهو التقى بأبو مصعب الزرقاوي وكأنه خارج لمهمة. بعد شهر تم قصف مقر أبو مصعب الزرقاوي ومات. وبعد كده إبراهيم أبو بكر البغدادي دوت أنفق ما لا يقل عن 20 أو 30 مليون دولار لتكوين خلايا ميليشيات داعش قضى بيها على ما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين لو تفتكر. أصبح ملوش وجود. قضى عليها إزاي؟ كانت الحتة اللي يروحها الطيران الأمريكي يقصفها. فلذلك طول عمر تنظيم القاعدة يتشكك في مواقف داعش. وجم يعملوا اتحاد فشل وضربوا بعض وشتموا بعض وقالوا على أيمن الظاهر راجل مجنون وخرف. صحيح. لأن أيمن والناس بتوع القاعدة بيتشككوا في داعش، في توجهات داعش، لأن داعش أنفق عليها ملايين من واحد لسه خارج من السجن، واحنا كلنا دخلنا السجون خرجنا مش لاقيين ناكل وبعنا اللي ورانا واللي قدامنا. فانت جايب الفلوس دي منين؟ او انت اساسا لا، والاسلحه افرج عنك وممول منين؟ يعني كم الاسلحه لما واحد يبقى عنده 600 700 عربيه 4x4 دفع رباعي جديده نوفي جايب شمعها، طب جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده كان بينفق عليه من قطر وبيتم تسليحه من تركيا. الهدف هو القضاء على تنظيم القاعده في بلاد الرافدين. وبعد ما خلص المأمورية بتاعته اتطلب منه يتوجه إلى سوريا، لأن الحرب في سوريا هي معاقبة لبشار الأسد على سماحه بمرور المقاتلين أثناء الغزو الأمريكي للعراق. هو كان بيسمح بالناس بتتكون في لبنان ويتدربوا في لبنان على إيد حزب الله، وبعد كده يقوموا طالعين من لبنان على سوريا يتسللوا إلى العراق. فتم معاقبة بشار بسبب القصة دي. لا ديمقراطية ولا يحزنون. بشار من قبل أمريكا. بشار الأسد وأبوه حاكمين سوريا بقالهم 50 سنة. اكتشفوا ان هو ديكتاتور اليومين دول. ده بقالهم 50 سنة حاكمين سوريا، حافظ وبشار. فده عقاب اللي حصل في سوريا، ده عقاب لبشار على ان هو كان بيسمح للمقاتلين بالعبور من الأراضي السورية إلى داخل العراق لقتالهم. فبعتوا داعش من ضمن الجيش الحر وداعش والنصرة كل ده. والنصرة على فكرة خرج بأوامر أمريكية من العراق إلى تركيا إلى سوريا. ده 10,000 مقاتل دخلوا تركيا الأول وعملوا قواعد في تركيا وتسلحوا ودخلوا سوريا. فبناء كل اللي قام باللعبة دي المخابرات القطرية بناء على توصيات من المخابرات الأمريكية، وأنفقت مليارات عليهم يعني عشان يعملوا كده. فداعش، وأنا بقول لكل الناس المشاهدين، لم تقتحم قاعدة أمريكية واحدة في العراق، لم تقتل ضابط أمريكي أو جندي أمريكي. دخلت سمراء السنية قتلت 1500 سني بدم بارد. فهي تقتل السنة وتقتل الشيعة حتى تشعل الحرب في المنطقة، لأن المخطط الأمريكي القادم هو استبدال الصراع العربي الإسرائيلي بالسني الشيعي. وحرب بالوكالة من خلال جماعات إرهابية. هتنجح. لأن العملاء من الشيعة والعملاء من السنة هم كثروا، وهم من اللي في إيديهم الفلوس. طيب. شغالين. The problem is not Islam. The problem is tyranny. And if we convince the decent Muslims of the world, the decent people of the world, the people who are in slavery, essentially, including in many of these states, the women, that we are on their side, we will ultimately prevail, just as we did in World Wars I, II, and III, the Cold War. As we do this, we close with this, we will make people nervous. We will make the Saudi royal family nervous. We
will make the Mubarak regime in Egypt nervous. And if we succeed in freeing Iraq and then begin to turn our attention to the Syrias and the Libyas and the other rogue states and exert pressure for them to change, the Saudi royal family and the Mubarak regime will come to us and they'll say, we're very, very nervous. And our response should be, good. We want you nervous. We want you to realize that now, for the fourth time in 100 years, this country and its allies, its democratic allies, are on the march. We are going to win, and we're going to win because we are on the side of those whom these regimes most fear, their own people. Thank you. Give him tenure if you like him so much.